السلام عليكم، معكم ميس منال محمود، ومكملين مع بعض سلسلة الحروف. وهناخد النهاردة حرف ال W. اسمه طويل شوية في الحروف الرموز الصوتيات. W W W. صوته في الكلمة أكيد مش هيبقى نفس اسمه، بس قلتلكوا كذا مرة ان صوت الحرف بيختلف عن اسمه. ده اسمه W، ولكن صوته في الكلمة و. ده رمز الو ساوند. تمام، زي حرف الواو مثلا في اللغة العربية. لو هنشبه لكم مثلا في العربي، زي في العربي عندنا الواو ده بيتنطق و وات وات وات. ويل 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 ويل. حابة اعرفكم برضو ان حرف ال W ممكن في بعض الكلمات يبقى silent، يعني مش بيتنطق. وهناخد بعد كده في فيديو ايه هي الكلمات اللي حرف ال W هيجي فيها silent. بس خلينا نشوف في الفيديو ده ازاي نكتب حرف ال W. هنستخدم فيه الثلاث سطور بتوعنا، وهنرسم اول حاجة من عند الخط اللي فوق ده، هنرسم خط منحني كده. تمام، ونطلع بخط برضو منحني، بس هنخلي المسافة ضيقة. يعني فاكرين كنا بنكتب حرف الفي ازاي؟ كان بيبقى الخط منحني برضو بس مفتوح شوية. تمام، ده هيبقى ضيق شوية عشان هنعمل اتنين صغيرين جنب بعض، كأن هنعمل اتنين في صغيرين جنب بعض. ومن النقطة اللي فوق دي زي ما احنا كده ننزل كده للسطر التالت ونطلع تاني كده. تعالوا نعملوها مرة كمان. خط منحني كده للسطر التالت، خط منحني كده، وننزل تاني كده ونطلع تاني كده. وكمان مرة اهو، منحني ونطلع للسطر التالت تاني، وننزل للسطر الاخير تاني، ونطلع تاني للسطر اللي فوق. ده ال W capital. تعالوا ناخد اللور كيس او W small بين السطرين دول، بس مش هنمر بالسطر التالت. ونفس الطريقة اللي عملناها بس هنعمله، مش هنطلعه للسطر التالت اهو، مش هنطلع بره السطرين اهو، زي سبعتين لازقين في بعض كده، سبعة ولازق فيها كمان سبعة. تمام، واخر مرة ونطلع تاني كده. وزي ما قلت لكم انا بهتم جدا بطريقة اتجاه كتابة الحرف. اول حاجة هنعمل الخط ده، وبعدين نطلع بيه كده، وبعدين ننزل تاني كده، ونطلع في الاخر السطر ده. استنوني في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.